السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا على خير. مرحبا بكم في قناتكم قصرة بالون. جيتكم فيديو جديد وتصريح جديد من طرف احد محللي البلاطوات اللي هو امين اكساس. البارح كانوا دايرين ملمه متلايمين كالعاده، يهضروا على اداء اللي قدموا اللاعب حاج موسى واللاعب رامي الزروقي في مباراه فينور ضد مانشستر سيتي اللي خلصت 3-3. يعني قدموا اداء ما شاء الله، وهذه راح نحكوا عليها من بعد ان شاء الله. لكن بمجرد انه الاعلامي محمد شيخي قال لهم باللي حاج موسى راح ياثر على اختيار الناخب الوطني لانه كاين لاعبين ما راهمش يقدموا، ذكر اسم لاعب ينتفض امين اكساس باللي لا اسمعوا. إذا استمر بهذه الطريقة فإنه سيفرض على بيتكوفيتش فرضا بأن يعطيه فرصة، لأن لما تشوف المستوى اللي يلعب به بالرحمة في ناديه وفي المنتخب ودائما أساسي فوق العادة، لما تشوف مستوى زروقي وتشوفه أساسي دائما فوق العادة، بنزية أيضا منحت له الفرصة تلك الفرصة. ما تجبد اللاعبين واحد اخرين ما تجبدش غير بالرحمه. كاين لاعبين اللي ما مشاوش لازم تقولهم. أنا أعطينا 3 أمثلة، إذا عندك أمثلة أخرى زيد. ما تدخل أنا بديت الأمثلة اللي عندي. أنا بديت الأمثلة اللي عندي. حاج موسى لا حاج موسى أنت لا تستطيع أن توجهني. أنا حاج موسى وين يلعب؟ واش من البوست يلعب فيه؟ اسمح لي أنا بديت. أنت تلمح إلى محرز، تحب تتحدث على محرز، تحدث على محرز. واحد خوتي كي تتكلم على لاعبين أنا أعلم جيدا. أنا محرز يقدم أداء جيد هذه الأيام، لا أستطيع أن أعطي به مثال. محرز أداء تصاعدي. شوفوا خوتي، يعني السيد الاعلامي محمد شيخي راهو يمد في الامثله، قال له كيما بالرحمه نطق ديريكت امه، قال له زيد يجبد. علاه اكساس السيد مازال ما كملش هضرته، تا وين على بالك بلي راح يزيد يجبد ولا ما راحش يزيد يجبد؟ كيف دخلت فيه هكاك ديريكت امه وقاطعته بهذيك الطريقه وتزيد تقول له لا مانيش نمعني على محرز وبن رحمه راهو يقدم. بن رحمه واش يقدم؟ نهضروا هضره صح. بن رحمه 9 سنين ما قدم والو للمنتخب الوطني. هنا وين بدا يماركي. بن رحمه 9 سنين ماركي 4 بيوت. يعني هل هذا اداء مقنع للاعب 9 سنين مع المنتخب الوطني؟ 9 سنين 4 اهداف. حنا ما راناش نقلوا من القيمه تاع بن رحمه، لكن هذه احصائيات. عوار جا هنا راهو كيما بن رحمه مسجل كيما بن رحمه، وبالك راهو فايتو. ما عنديش الاحصائيه سوا لكن راهو مسجل. قويري كيف. يعني في هذه الحاله بن رحمه ما تجيش تقول لي انا يستاهل مكانه اساسيه. بن رحمه يستاهل دكه مع المنتخب الوطني، لان امين قويري هو الاساسي في المنتخب الوطني من المفروض، لانه امين قويري راهو يقدم احسن من بن رحمه. صح بن رحمه راهو يقدم مع الفريق تاعو، لكن مع المنتخب مكان ملي كان في ويست هام، ملي كان في الدوري الفرنسي قبل ما يروح للدوري الانجليزي ما يقدمش. يعني تدخل ديريكتومون فيه على جال بن رحمه. كيف تهضر على بن رحمه؟ انا جيتك في جنبك، السيد راهو يعطيك في الامثله يهضر عادي، انت على دخلت فيه هكاك وتزيد تقول له لا مانيش نمعني على محرز. ما على منك تمعني. حاج موسى وين يلعب غارديان، يلعب كيما محرز. نهار اللي كان بلوم يتالق على ما هضرتوش على الحاج موسى باللي هذا على راهو يجيب فيه موشي يلعب كاع، المفروض يجيب بلومي. انا ما هضرتوش عليه. علاه تهضر لي انا؟ صح حاج موسى يستاهل استدعاء دوك الا كمل في هذا الريتم، لانه رجل مباراه وطاولوا فرصه وبرهن. لكن انا غدوه من غدوه نمد له فرصه ويدير لي كيما بن رحمه، ما يمدليش كاع الاضافه، ما عندي ما ندير به. كمل. ماناش نحكوا كلاب. حكيت لك على 3 مباريات، حكيت لك على 3 لاعبين قلت لك لا يقدمون اداء كبير لا مع المنتخب ولا مع النادي ويلعبون اساسيين. لا بن رحمه في المقابله الاخيره في المنتخب الوطني يقدم مقابله لا باس بها. انت شفت هكذا؟ انا لم ارى هذا. انا لم ارى. يقدم مقابله لا باس بها. قالوا انا ما شفتش. انا ثاني ما شفتش صراحه. المباراه التاليه دخلوه شغل ما كاش بن رحمه. انا ما فهمتش على دخل، ما شفتوش اصلا. ماتش هذوك الدقائق اللي لعبهم بن رحمه من 82 حتى بالك 94 شحال، حتى ل 94 دقيقه ما كاش. قريب 12 دقيقه بن رحمه ما كاش كاع. راهو هنا موش هنا تمسخرش بينا اكساس. واش بيه هذا؟ يعني هذا اللي راك محلل وراك لاعب سابق وتعرف باللي كاين اللاعبين اللي كي يكبر في العمر سيبون يتناقص المستوى نتاعو. هذه حاجه اكيده، كيما انت تناقص المستوى نتاعك كي كبرت. كمل. نعم انت شفت هذا. من حقك من حقك تحب تقول انا. اسمح لي امين لم يتابعني جيدا فقط، تسرع فقط في يعني قفز على المواضيع. لانك لو تابعتني جيدا ماذا قلت تعال اذا وصل حاج موسى بهذا المستوى فانه سيفرض على بيتكوفيتش ان يمنحه فرصه. اين سيمنحه فرصه؟ سيمنحه فرصه في وسط البيدان، سيمنحه فرصه على الجهه اليسرى. واضح بانه سيمنحه فرصه في الجهه اليمنى التي يلعب فيها محرز. تكلم لك في الصميم محمد. لا يقدر يلعب على الجهه اليسرى. علاش تدي والناس وقت من الاوقات كان مليح. علاش تدي الجهه اليسرى؟ الوطني السابق على علاش تدي لعب امين؟ علاش تدي السبب؟ صح ولا لا؟
كان يلعب في بدايته مع المنتخب كجناح ايسر. لا اذا واصل بنفس هذا المستوى فانه سيفرض على بيتكوفيتش ان يعطيه فرصه وعلى الجهه اليمنى، وليس شرطا ان يدخل اساسي، يمكن ان يلعب شوط، يمكن ان يبدا ثم يخرج، يمكن ان يدخل في الشوط الثاني. هذا امور هذه وارده في كره القدم. هذه هي شيخي هنايا تحليل منطقي صراحه، تحليل منطقي. يعني ماشي شرط دوك نتايا هذا اللاعب غير يتألق لازم يدي ماتش كومبلي والاخرين يقعدوا يخزروا. يقدر يدخل دوزيام ميطون، يقدر يدخل من البريمي ميطون حتى دقيقه 60، يقدر يشد ماتش كومبلي. هذه ترجع للمدرب، هنايا ترجع خيارات للمدرب. وقتها هنا ما تقدرش تتحكم. لكن انك تجي تقول لي يقدر يديروا على الجهه اليسرى، ايه الا كان متألق احسن من بن رحمه ويقدر يلعب على الجهه اليسرى يجي على الجهه اليسرى. علاه كيديروا بلاص بن رحمه علاه راح نخسروا؟ راح هاكش ما يسرى الجزائر راح تنقلب ولا وشنو؟ امين ما فهمتش انت علاه جاتك في جنبك. عادي سيد راه يهدر، قال لك ربما تسرعت، انت تسرعت، كنت تخليه يكمل هدرته. قال يا ودي صح هذو هما اللاعبين اللي راك تشوف فيهم. انا راني نشوف باللي كاين لاعب واحد اخر ثاني نورمالمون تزيدو، وقال لك تحب تزيد زيد، يعني يفتح لك المجال. المفروض انت هنا تقول له انا نزيد لاعب فلاني لانه صح ما راهوش يمد، وراهو كيما نقولوا حنا مع المنتخب راهو المستوى نتاعو متدهور بزاف ولا متراجع بزاف. هنايا راك تمد كي تهضر بهذه الطريقه راك راح تمد تحليل منطقي ولا اقتراح منطقي ولا انتقاد منطقي. اما انك غير يهضر لك على لاعب تبدا كيفاه لا 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 لا. اسمح لي دوك بيناتنا رانا الناس كاع راهي تسمع هكا. ونوجه لك حتى السؤال ليك، بين بن رحمه وقويري شكون الاحسن؟ ما راناش نقلوا من قيمه بن رحمه بصح مادام رانا نهضروا على رياض محرز باللي المستوى تاعو راهو يتناقص، ولا على زروقي باللي ما راهو باللي خطره يمدوا خطره لا، المفروض نهضروا ثاني على لاعبين واحد اخرين باللي ما راهمش يقدموا، ما راهمش الناس مقدسين لازم ما ندناوش كاع عليهم. لا وكيلا نتوما شايفينهم باللي ما كاش اللي يدنا ليهم هذيك حاجه اخرى. لكن انه بن رحمه ماهوش يقدم هذه حقيقه. بين قويري وبن رحمه انا شخصيا رايي الشخصي واحتفظ به لنفسي ولا ألزم به أحد، قويري مكانه أساسي، بن رحمة يتقرط ويكون دوزيام رومبلاسون. تعرف علاه؟ لأنه عمورة أحسن من بن رحمة. صراحة تقال، هذا رأيي الشخصي. أنا هكا نشوف. أنا لو كان جيت بلاص بيتكوفيتش بن رحمة يكون ثالث خيار، قويري هو الأول، عمورة موراه يدخل جوكر، بن رحمة بين عمورة وبن رحمة أنا نفضل عمورة صراحة. لأنه بن رحمة أنا نشوف باللي اللاعب نتاعو ما يوالمش المنتخب الوطني. صح سجل مباريات توالى مستوى يعني فوق المتوسط، لكن ما هوش كيما المستوى اللي راه يقدم فيه قويري. ونقولوها بصراحه، عمورة دخل منا زلزل الاستاد، الهجوم كاع زغد. قويري كيف ماتش كومبلي هو لو كان غير ستقتلو كان بالك يخرج بهاتريك. قويري مع بن رحمه ما كناش نشوفو باسيلو يدخل شويه عاود يولي عاود باسي عاود تيري. محرز مليكا كيف ولاو يلعبوا كيف شغل كي محرز كي بن رحمه ولاو يلعبوا بريسك بريتم واحد. وهذه هي اي لاعب يكبر ويتناقص المستوى نتاعو ولا يمر بفتره يتناقص المستوى نتاعو. بنجح عام كان هو مير بيتر شحال من بيت، ما عنديش الاحصائيه اكزاكت. هذا الخطره راهو فاص مع الباراير عطيها راهو مورالمون بالك ماهوش مليح. يعني نعذروا شويه بصح نمدوا ثاني فرصه لاعبين واحد اخرين. كاين سمعت واحد الهضره من واحد اللاعبه سابقه وزعما محلله في واحد البلاطو، قلت لهم محرز متخاذل. يعني صراحه هذا ماهوش مصطلح وما حبيتش ندير عليك فيديو لانك امراه بالدرجه الاولى، والمفروض راكي لاعبه سابقه. نظن باللي كي كنتي في سن 36 و 37 سنه ما كنتيش راح تقدمي نفس المستوى اللي كنتي تقدميه في عمر 21 سنه كلاعبه. يعني كلمه متخاذل تنقال على انسان ولا على لاعب اللي كيعيطوا له المنتخب الوطني يقول لهم ما نجيش، وإلا جا يلعب تاع راني نتمسخر بكم، هذاك هو المتخاذل. اما انسان يجي ويسي يمد ويطيح وينوض ويسي كيف ماركي ويسي يدير حاجه بليس لبلادو من ناحيه رياضيه، هذا ما يتسماش متخاذل، هذا راهو يتسمى راهو مجتهد، راهو يسي يحاول. كاين لاعبين راهم يسيو ويقدموا. عمورة مسكين يدخل استاد يحرثوا على حب يبين بلي يودينا راني هنا او يلعب على بلادو. محرز كيف زروقي كيف بونجاح كيف كاع اللاعبين سوا اللي راهم يجيو سوا اللي ما راهمش يجيو. باش تجي تقولي متخاذل في بلاطو تلفزيوني وشغل ما فهمتش الجرأة اللي عندكم. والله يندى لها الجبين اقسم لكم بالله. خلونا نسمعوا ونكملوا واش هضر عوديه. شأن نادي فاينورد تعتبر مباراة
مباراة مرجعية سواء للناخب الوطني بيتكوفيتش ليقيم هذا اللاعب تقييما كاملا وشاملا، لأنه رآه من بين أحسن حتى وإن مانشستر سيتي يمر بفترة صعبة، ولكن يبقى من بين أحسن الفرق الأوروبية. ومباراة مرجعية أيضا بالنسبة للاعب للمضي قدما فيما تبقى من الموسم، للعب بأكثر ثقة وبأكثر هدوء، ويبرز كل إمكانياته التي بإمكانها مثل ما فعل في 3 مباريات الفارطة. نعم. يعني عودية يهدر بطريقة مليحة، بطريقة يعني خليك تقنع بالهضرة نتاعو. مباراة مرجعية هذه علاه ندخلوا حنايا في صراعات مع لاعبين ما شغل هكا باطل غراتويتمون، شغل واحد دوك انت جوار يروح يريكلامي مع الاربيت يدي صفرة باطل وهو اصلا ماشي مستاهله كاع انه يدي عليها صفرة. يعني راك تربح في العيب غراتويتمون. امين والله العظيم على بالي بلي هذا رايك، لكن نقولوا بطريقه مقبوله يتقبلها. انا هكا شوف، لو كان جيت لاعب ما نتقبلهاش، انا هكا راني شعبي عادي مانيش قابلها، كمناصر مانيش قابلها صراحه، نشوف فيها حاجه عيانه. وحاجه واحده اخرى، هذه هي الحاجه اللي تخلينا احنا كيوتيوبر اللي راه عندنا قنوات هكا رياضيه. انا راني يوتيوبر صغير، نحكي يا سيدي على روحي. انا كي نجي ندافع مثلا على زروقي ولا على محرز ولا على ايها لاعب، ماشي معناتها انا هذاك اللاعب نحبه بزاف ولازم ندافع عليه ظالم ولا مظلوم، ولا هذا اللاعب مثلا نقدسوه، ولا القدسيه لله عز وجل والعبوديه لله عز وجل. ندافعوا عليهم لانه رانا نشوفوا باللي كاين طريقه عيانه في الانتقاد. لو كاينه طريقه مليحه انا ما عندي علاه نجي انا نجاوبك، ما عندنا علاه نجو نهضروا عليكم. لو كان نشوفك تمد تقول لي هذا اللاعب هنايا في هذا الحاجه راهو ما يقدمش مليح، المفروض يدير هكا ويدير هكا ويدير هكا، نتيري لك شابو ونقول لك برافو. المهم الله يهدينا اجمعين، وان شاء الله منتخبنا الوطني يحقق نتيجه ايجابيه، وان شاء الله رياض محرز يعاود يولي المستوى نتاعو ويكمل معنا هذا الاعوام اللي بقاو له، ويخرج ان شاء الله من البوابه الواسعه كي اي لاعب واحد اخر، وتكون له ان شاء الله مسيره احترافيه مع المنتخب الوطني في كره القدم مشرفه ان شاء الله. والله يهدينا كامل، وكل واحد فينا راه يقول في رايه. ما عندي حتى مشكله شخصيه لا مع بن شيخ ولا مع اكساس ولا مع اي انسان واحد اخر، الا اني انت هدرت هدره بطريقه انا جيت رديت على هذيك الطريقه باسلوب محترم، وما نعايرك، ما نهضر فيك هضره عيانه، ما ندير لك اسم، ما والو، نهضر معك بطريقه محترمه. والسلام عليكم. هذه هي اخوتي، تهلاو في روحكم. تحياتي من قناه كسرى بالون، الى فيديو قادم ان شاء الله. تحياتي، سلام.